الشخص ده بيتعامل مع سمكة تونة بلوفين مجمدة عالية القيمة مخصصة للسشيم الفاخر، وكل شريحة فيها بتأثر على الطعم والجودة والسعر. بعد الصيد مباشرة التونة بيتعمل لها تبريد سريع جدا أو تجميد عميق لدرجة حرارات منخفضة جدا، ممكن توصل لماينس 60 درجة مئوية في بعض الحالات، عشان يتم الحفاظ على اللون والطراوة وجودة اللحم لأطول فترة ممكنة. لما تيجي مرحلة التجهيز السمكة بتكون لسه شبه مجمدة، وده مقصود لأن التقطيع وهي في الحالة دي بيحافظ على شكل اللحم وبيقلل تليف الألياف. العامل بيستخدم سكينة شديدة الحدة مخصصة للتقطيع الدقيق، وبيتحرك بحذر شديد على سطح السمكة، كل حركة ليها زاوية وضغط محسوبين بدقة عشان يطلع قطعة نظيفة من غير ما تتلف الأنسجة. وأثناء الشغل ممكن تتكسر قطع جليد خفيفة من السطح، وده طبيعي نتيجة درجة البرودة العالية. بعد كده التونة بتتفكك تدريجيا لدرجة حرارة قريبة من التجميد الخفيف، يعني حوالي من ماينس 2 ل 2 درجة مئوية، ودي اللحظة اللي بيكون فيها اللحم في أفضل حالاته، متماسك ومرن وجاهز للتقطيع الدقيق. في الحالة دي يقدر العامل يقطع شرايح متساوية ناعمة الحواف وبقوام مثالي، وساعتها بس تعتبر مناسبة لمستوى السشيم الفاخر. وفي النهاية الشرايح بتظهر بلون أحمر غني ولمعة طبيعية، وده نتيجة سلسلة دقيقة جدا من التحكم في التبريد والتوقيت وطريقة التعامل مع السمكة من لحظة الصيد لحد ما توصل على طبقك. لو انت بقى من محبين التونة أو الساشيمي قول لنا في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.